مساء الخير واهلا بيكم في حكايه جديده من حكايه نجاح. حكايتنا النهارده مميزه جدا، انا سعيده ان هي موجوده معانا، وحقيقه الحلقه كلها اهداء مننا لكل الشباب اللي لسه خريجه او لسه في الكليه ومش عارفه تبتدي مشروعها ازاي. معانا مثال حي لحكايه ناجحه فعليا وكانت زيكم بالظبط. خلوني احكي لكم الحكايه. حكايتنا ابتدت في اليوب، ولد كان شقي شويتين وكان مش بتاع مذاكره، فراك يعني، فبيحب يلعب، مش بتاع ان هو يقعد يذاكر، بس كان ذكي وكان لماح، فكان بيعرف يحصل بسرعه، يعني بيدخل يذاكر وقت قصير بس بيعرف يجيب يعني المجموع اللي هو عايزه. ما كانش في دماغه قوي الحقيقه ان هو يعني يدخل كليات قمه ولا حاجه، بس باباه كان في ظهره. لو تتكلم معاه 10 دقايق، في ال10 دقايق دول بيجيب سيره والده 17 مره 18 مره، بيحكي مرة عن حنانه، بيحكي مرة عن ان هو سبورت، بيحكي مرة عن انه صديقه، بيحكي مرة عن هو احلى حاجة في حياته. بطل حكايتنا كان وراه اب ذكي شاطر عارف ابنه كويس، ففضل معاه وفضل وراه لحد لما وصله للثانوية العامة. وبعدين ما سابهوش كده وخلاص، لا، ده كان يقعد جنبه بالليل وهو بيذاكر عشان لو احتاج حاجة يجيب له مية، يعمل له سندوتش، يساعده، يمكن يشرح له حتى حاجه، حتى لو مش عارف المنهج، المهم يبقى في ظهره. بطل حكايتنا كان عنده ميزه مهمه قوي، انه بيحب وبيعشق التراب اللي ابوه وامه بيمشوا عليهم، فاي حاجه يحلموا بيها هو نفسه يحققها. فوالده كان نفسه ان هو يدخل كليه من كليات القمه، فعلا ركز في الثانويه العامه وجاب مجموع كبير ودخل هندسه، وتخصص في تخصص غريب شويه، مش متعارف قوي، ملهوش شغل كتير، بس هو دماغه بقى مختلفة، مهندس، فدماغه مختلفة عن أي حد. دخل هندسة اتصالات، بالفعل خلص كليته، الكلية بتاعته، جاب في ال5 سنين تقديرات عالية جدا، وده كان برضو ليه سبب. أصل أول مرة جاب جيد جدا في سنة أولى، باباه عيط من الفرحة، قال والله وندرا عليا لكل سنة فرحك الفرحة دي وكل سنة فرحك. فعلا خلص كليته، طلع زي أي شاب متحمس، يلا بقى نشتغل، فين الشغل، ورونا. مفيش شغل. ازاي؟ طب والكليه اللي انا درستها في شغل بس في تخصص تاني، روح بقى شوف تخصص تاني. المشكله بقى ساعتها ان هو كان خطب كمان، فبقى راجل خلاص قدام نفسه، قدام خطيبته، وقدام باباه، هو مش عيل صغير هياخد مصروف. قال خلاص اروح اشتغل في اي تخصص وخلاص، وان شاء الله ان شاء الله انجح فيه. اول يوم راح الشغل رجع بيعيط، مش هنقول بيعيط يعني بيدمع. ايه اللي انا فيه ده؟ سنين الكليه راحت، ايه التخصص ده؟ انا مش فاهم حاجه، ده انا بدرس من اول ومن جديد، انا حاسس اني مش فاهم، انا حاسس ان حياتي راحت. حاسس كده كتير قوي من الشباب اللي بيتفرجوا علينا هيكونوا فاهمينها كويس قوي، بس هو ما بييأسش. قال ايه المشكله يعني اخد كورسات واتمرن واتدرب ولعله خير، اكيد ربنا مرتب الصالح، اكيد ربنا مش عايزني هنا، عايزني اتعلم حاجه جديده. فعلا كان في الشركه سنه ورا سنه، سنه ورا سنه بيترقى، سنه ورا سنه الناس في الشغل بيحبوه متمسكين بيه، لحد حتى مجاله كمان التخصص بتاعه، والحمد لله ده كان بعد كذا سنه من وجوده في الشركه، وهو اللي رفض وقال الحمد لله انا دلوقتي موجود في بوزيشن كويس، خلاص هكمل فيه. يشاء ربنا ان هو يحطه كمان في تدريب تاني وفي حاجات تانية في حياته، يخليه ياخد ماجستير ودكتوراه في اداره الاعمال. ما هو برضه ليها اصل، كل حاجه النهارده ليها اصل. باباه كان نفسه يشوفه دكتور، فقال والله لا احققها، انا هاخد دكتوراه بس مش هاخدها في التخصص بتاعي، هاخدها في اداره الاعمال، الحاجه اللي تفتح مداركي للشغل اللي انا فيه. بالفعل خد ماجستير اداره الاعمال، وما وقفش لحد هنا، قال انا عايز اساعد كل الشباب اللي لسه متخرجه ولسه في الكليه، اي حد محتاج كورس مجاني انا هساعده عشان افهمه قيمه ماجستير إدارة الأعمال، وبتفرق معايا قد إيه في حياته. على فكرة الحكاية لسه طويلة وليها حاجات كتير، بس أنا هكتفي بحد كده علشان أستفيد من وجود ضيفي الدكتور الباشمهندس، أو الباشمهندس الدكتور عشان أنت بتحب اللقب كده، أحمد عبد الغني، مدير صيانة ودكتوراه في إدارة الأعمال. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. حكايتك ثريه جدا. في البدايه بس حابب متشكر جدا جدا على المقدمه الهائله دي بصراحه. انا نفسي كنت اكمل، بس يعني عايزاه استفيد منك حقيقي النهارده وافيد كل الشباب اللي بتتفرج ان شاء الله علينا. باذن الله حلقه كويسه مميزه باذن الله للشباب باذن الله. باذن الله. خلينا نروح الاول ماجستير اداره الاعمال. انت شايف ان ده شيء ضروري جدا، حتى لو مش هاخد ماجستير على الاقل اخد كورسات في اداره الاعمال، هيفرق معايا كتير قوي في شغلي؟ اكيد طبعا، هو حاجه دلوقتي مانداتوري، حاجه ضروريه جدا في سوق العمل دلوقتي. لان هي اصلا بتعتمد على ايه؟ بتعتمد ان انا اصلا بطور نفسي في حته المانجيريال ليفل، مانجيريال سكيلز، بتطور من حته المهارات الاداريه، المهارات الاداريه بالنسبه لي.
وبدرس فيها في علوم كتير جدا متخصصه في اداره الاعمال. طب معلش، وانا مهندس دلوقتي، انا مالي؟ انا ادرس ليه اداره اعمال؟ انا دكتور، ادرس ليه اداره اعمال؟ انا مش فاهمه يعني. ما اكيد هتلاقي ناس بتسالك السؤال طبيعي ده. جدا، طبيعي. بس انا النهارده لما باجي في حاجه اسمها عندنا في المانجمنت في الاداره 3 مستويات. عندنا المستوى الاولاني ده بنقول عليه لو ليفل، المستوى الادنى. اقل حاجه ده اللي ببدا بيه لما اجي بتخرج من الكليه. ده بيبقى وانا لسه خريج. الاعتماد الكلي عليه التكنيكال سايد، التكنيكال سكيلز، المهارات الفنيه. الحاجات اللي انا بقدر اشتغل بيها، ايه المهارات اللي موجوده عندي اللي بقدر من خلالها اطبق الشغل بتاعي. يعني مثلا انا لو مهندس صيانه بكون مثلا فاهم في الكهرباء كويس جدا عشان اقدر لو في عطل اقدر اشتغل بايديا واحل العطل دوت، او على الاقل اوجه الفني اللي معايا ان هو يحل العطل. فكل الفكر كله رايح للفكر الفني مش فكر اداري. طيب نروح بعد كده للليفل الثاني اللي هو الميدل ليفل دوت، خاص بالظبط، ده خاص بالمانجمنت بقى. نبدا اول ليفل في المانجمنت بقى. المانجمنت حقيقي اللي انا ببقى معايا تيم تحتيه، ببدا اليد، ببدا ان انا اقدر اكون بدير المجموعه. بدير المجموعه، وابدا ان انا حتى بكون مؤثر معاهم واطور فيهم، وببدا انظم العلاقه ما بينهم عشان نقدر نحقق التارجت ونحقق الهدف اللي الشركه عايزاه، واللي انا اصلا موجود عشان اقدر احققه. تعرف ان في ناس انا بقابلهم في حياتي شاطرين جدا في شغلهم بس ما يعرفوش يكونوا مديرين؟ عشان خاطر في مهاره مهمه جدا. احنا قلنا اتكلمنا عن المستوى الاولاني ده، لازم يبقى عندنا مهاره فنيه في الشغل اللي انا بشتغله. في الليفل الثاني في مهاره مهمه جدا اللي هي البيرسونال سكيلز، المهارات الشخصيه. ازاي اقدر اتواصل مع الناس اللي حواليا، ازاي بقى عندي نيتورك كويسه، علاقات كويسه، ازاي ان انا اقدر انظم وقتي. الحاجات دي، المهارات دي مهمه جدا، واللي الاغلبيه بيغفلوا عن القصه دي، والكل بقى معتمد على حاجه واحده بس: انا شاطر في شغلي. طب ما حضرتك انا شاطر في شغلي ليك انت، طب ده انت المفروض انت تبقى مؤثر، انت راجل مدير، يعني راجل قياد، قائد المجموعه اللي موجوده معاك. عمرك ما تكون قائد ومؤثر ومدير صح غير لما بتكون بتطور وبتشتغل على الناس اللي موجوده معاك، وبتقدر تنظم العلاقه ما بينهم، وتقدر تنظم الكوميونيكيشن، حتى التواصل، طريقه التواصل ما بينهم وبين بعض، بحيث ما يحصلش كونفليكت، مشاكل ما بينهم وبين بعض. ده بالنسبه للليفل الثاني. الليفل بقى ليفل الوحش، اللي هو الاعلى، اللي هو بنقول عليه انت وصلت له خلاص التوب. لا لسه بصراحه لسه بصراحه اللي هو التوب مانجمنت ده، اللي هو بنقول عليه اللي هي رئيس مجلس اداره شركه او مجلس اداره كامل، مجموعه يعني كامله بقى او شركه كبيره. ده بيعتمد على ايه؟ ده بيعتمد على حاجه اسمها كونسبشوال سكيلز، اللي هي المهارات الفكريه، اللي هو بقى بيحط الاستراتيجيه بتاعت الشركه، بيحط الخطه طويله وبعيده طويله المدى او قصيره المدى، الموضوع حسب كبير. بالظبط كده. بيحط البوليسي، السياسات اللي تمشي عليها الشركه لسنين طويله. فالموضوع بيبقى كبير جدا. فمن هنا بنيجي نتكلم بقى انا ليه درست، حبيت ان انا ادرس ماجستير واكمل دكتوراه، عشان انا مش هفضل في الليفل الاولاني اللي هو اللو ليفل اللي هو بتاع التكنيكال. انت هنا لازم هناك بالظبط كده، بالظبط. هروح اوصل بقى، لازم لما اطلع ابقى جاهز حالي، جاهز نفسي، لما اوصل للليفل الثاني اكون انا عندي المهارات الاداريه قويه جدا، اقدر من خلالها انا اقدر ابقى يعني احقق النجاح واعمل اتشيفمنت كويس، انجازات كويسه في المكان اللي موجود فيه. انت دايما سابق خطوه، يعني دايما لما اتكلم معاك تقول لي اصل انا ممكن اترقى بكره فانا واخد الكورسات اللي مش عارفه ايه، اصل انا ممكن ادخل في مجال تاني فانا واخد الخبره بتاعت كذا. ما بتستناش لما تروح المكان؟ دايما حاطط بلان لنفسي، دايما بفكر بكره انا عايز بكره ابقى اروح فين، يعني دايما بكره انا ابقى فين. فعشان ابقى فين دي لازم انا استعد لها. اي حاجه بدون استعداد عمرك ما توصل لها. ده صحي حتى طبعا، يعني النهارده هو اجهاد للواحد بس فيها متعه. زي مثلا لعيب الكوره لو نزل الماتش من غير ما يكون متمرن كويس مش هيقدم. ممكن يقدم 15 دقيقه 30 دقيقه، لكن عمره ما هيكمل 90 دقيقه كامل. لكن انت مستعد كويس واتدرب كويس وفات للمباراه، من اول دقيقه ل 90 دقيقه ماشي بطريقه كويسه جدا. لكن انا النهارده لو انا مش محضر بقى واتفاجئت، يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، كان في بدايه شغلي كنت المفروض ان انا داخل على حاجه ما كنتش حاببها قوي، بس اشتغلتها وكمان نجحت فيها الحمد لله، وصلت فيها ليفل كويس. طب رحنا بقى كنت انا في حاجه حاببها جوه الشركه اللي انا فيها، فكان الموضوع بالنسبه لي ان انا هوصل لها. طب لو فعلا وصلت لها هوصل لها، هنجح فيها ولا هفشل فيها؟ انت لسه ما فيش اي علامات تقول ان انت رايح لها؟ ما فيش خالص. انا قعدت 6 سنين ونص لحد ما وصلت لها، بس خلال ال6 سنين ونص دي انا طورت من نفسي في القصه دي، خدت كورسات، بقيت الشغل بتاعي بحاول ادخل فيه الحاجه اللي انا بحبها،
ولما اتبلغت ان انا رايح للحاجه اللي انا فعلا بحبها بعد 6 سنين ونص. 6 سنين ونص. انت لو حد سمعك يقول ده بيقول اي كلام، لا لا ده خالص بيهزر، والله، هو في خالص حد بيعمل والله كده؟ خالص. يعني الحمد لله رب العالمين قدرت ان أنا اعمل اتشيفمنت، يعني الحمد لله انجازات كويسه، وقدرت ان انا امن المكان واقدم بصوره كويسه جدا. لو انا ما كنتش مستعد للقصه دي كنت فشلت فيها. ممكن مش هقول فشلت، ممكن كان النجاح خد وقت طويل جدا معايا. ده حقيقي. خليني اروح للكورس اللي انت بقى دلوقتي بتقدمه. قول لي هو عباره عن ايه، بيساعدني في ايه، ده اصلا مين المستهدف منه؟ طب هقول حديث التخرج ولا الطالب؟ نبدا الاول الكورس اللي انا اللي انا اشتغلت عليه بقالي فتره، وان انا ان شاء الله الفتره الجايه الفتره دي بدرسه. الكورس الغرض منه ان انا بساعد الشباب ان هم ازاي يستعدوا لسوق العمل، وازاي يخبطوا، وكمان ازاي يخشوا سوق العمل. ده استنى واحده واحده بقى، بس انا هسكت خالص تمام. واشرح لي. طيب انا الكورس عندي 6 نقط. اوكي. النقطه الاولانيه مقدمه بسيطه جدا، بشرح فيها ايه الفرق ما بين حياه انا عشتها عمري اللي فات كله اللي هي الحياه الدراسيه، والحياه اللي انا هكمل فيها بقيه العمر اللي جاي اللي هي الحياه العمليه. طبعا الصدمه دي بالظبط كده، في 3 فروقات مهمين جدا لهم علاقه بسوق العمل. اوكي. دي المقدمه. الحاجه الثانيه، انا خلاص عرفت الفرق بين ده وبين ده، ابدا اشتغل على نفسي، ازاي بقى ااهل نفسي واشتغل على نفسي عشان اقدر اتخطى الفروقات الكبيره ما بين الحياه القديمه اللي انا كنت إن عايشها. انا طالب. بالظبط، النمط مختلف تماما من نقيض للنقيض. واللي درسناه ما بنلاقيهوش. الموضوع دوت بيكتسب الخبره مع الوقت. بيبقى اهم حاجه في حته التاهيل ان انا بقى عندي مهارات. فانا عندي نوعين من المهارات، مهارات شخصيه ومهارات فنيه. ده اللي لازم ابدا بيه وانا رايح لسوق العمل. تمام. المشكله اللي بتقع فيها الشباب، وانا كنت واحد من ضمن الشباب اللي وقعت فيها، ان احنا بنعتمد اعتماد كلي على المهارات الفنيه. بمعنى انا اول لما نقول ااهل نفسي لسوق العمل، فكري رقم واحد بيروح لفين بقى؟ بيروح ان انا اخد الكورس في التخصص اللي انا هشتغل فيه معروفة. فقط. لكن لا، بنهمل بقى حته التايم مانجمنت، ازاي ادير الوقت، بنهمل الكوميونيكيشن، ازاي اتواصل، بنهمل حته النيجوشيشن، ازاي اكون مفاوض كويس، بنهمل موضوع البرزنتيشن، ازاي اكون انا مقدم اقدم نفسي صح. بالظبط. فرق معاك قوي ده؟ فرق معايا، انا كسبتها بعد كده. بس لما انا كان دايما ببص لنفسي بلاقي، يعني دايما براجع لنفسي واشوف انا عندي قصور في ايه واحاول انا اصلحه. فطبعا في البدايه ما كانش الموضوع ما كانش موجود عندي خالص، يعني مش هقول انا كنت مهتم بيه، لا مش مهتم بيه. ففي الكورس النقطه دي التاهيل مهم جدا، حته البيرسونال سكيلز، المهارات الشخصيه دي مهمه جدا جدا جدا. بتهيئني، بتخليني اكتشف نفسي، هي البيزكس، واعرف الحاجه واكتسب. هي البيزكس، هي اللي تخليني اعرف اتعامل مع الناس، هي تخليني هي اللي تخليني اعرف اكتسب خبرات في وجود الزملاء والناس اللي انا شغال معاهم. من غيرهم مش عارف. انا شخص انطوائي، وشغلي بيعتمد على ان في تعاون وفي تواصل ما بيني وبين الناس الموجوده. هتعامل ازاي؟ وده مشكله كبيره جدا الناس بتقع فيها لما تيجي تشتغل، ما بتعرفش تتعامل اصلا. في ناس كتير انا اعرفهم شاطرين جدا بس عايزين لوحدهم، قعدني على مكتب لوحدي مع اللابتوب بتاعي وشكرا، لكن اتعامل مع ناس الدنيا تبوظ. دي حقيقه. فده كان النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، نروح بقى للليفل بقى القوي جدا بقى، الليفل اللي انا اقدر اعمل بقى السي في، اللي هو المفروض من اهم الحاجات اللي انا المفروض اعرف اعملها، لان هي دي بطاقه التعريف ان الاتش ار في الشركه اللي انا بقدم فيها بيقدر ان هو يعرفني من خلالها. فلو انا مش لما احسنتش التعريف بتاعي. السي في ده مهم، مش اي حد يعمل سي في. ده انا نفسي اوريك السي فيهات بتاعتي حاجه كده اللي هو اسمي وعنواني وتاريخ ميلادي، ده غلط. مهم جدا، لان السي في دوت المفروض انه فيه مكون من كذا حاجه، وفي انماط مختلفه، والمفروض بنتعلم في الكورس ازاي ابعت النمط الفلاني او النمط الصح للاعلان المظبوط. غير كمان انا كنت قبل ما نبدا حتى في ان احنا نشتغل على السي في، انا عندي حاجه مهمه جدا، انا هقرا الاعلان ازاي، ايه مكونات الاعلان الوظيفي. الاعلان الوظيفي يعني إيه؟ حته كده اتش ار كده مدخلها في الكورس، ان الاعلان الوظيفي بيتكون من جزئين مهمين جدا لازم ابقى بعرفهم خلاص عشان اقدر افسر الاعلان تفسير صح واقدر اقراه بصوره مظبوطه. مش اي اعلان هقراه وابعت السي في. ما انا لو اي اعلان هقراه وهبعت السي في بتاعي، ما ممكن السي في بتاعي ما يكونش متوافق مع الاعلان الوظيفي. فلما ابعت السي في حتى تلاقي اسئله كتير جدا على السوشيال ميديا وعلى لينكد ان يقول لك انا بعت بقالي سنه ببعت سي فيات ومحدش يبص عليها. تمام. يعني قبل ما نكمل الشهاده دي، انا حابه بس اعلق عليها قبل ما نكمل. انت اكيد شايفها دلوقتي قدامنا. ده كان تكريم ليا من حوالي شهر تقريبا. ده قريب. من الشركه اللي انا شغال فيها حاليا. احسن موظف في الشركه 6 شهور اللي فاتت من اول السنه. ربنا يحميك يا جماعه. هو صغير اصلا في السن على فكره، يعني انا مش عايزه اقول انت سنك كام، بس ربنا يحميك بجد على قدراتك الذهنيه.
يعني انا سعيده ان انا قاعده معاك ومستمتعه جدا وبتعلم منك انا جدا. اسعد والله، انا اسعد صدق. والله. تعالى بقى نرجع تاني. السي في والاعلان ده، الموضوع ده انا اول مره اسمع بيه. لا ده مهم جدا، مهم جدا. يعني حتى برضه في ضمن النقطه ديت البروسيس اللي هي الطريقه او العمليات اللي بتتم من خلالها الاتش ار في الشركه اللي انت بتقدم فيها ان هي تعينك. ايه هي الخطوات؟ يعني انت بتعرفني دماغ الاتش ار كمان. بالظبط كده. ببساطه بقى يعني. بالظبط، لازم تحط نفسك مكان الاتش ار اللي انت بتبعت له السي في، او انت في يوم لما تقعد معاه تعمل معاه مقابله عشان تقدر يعني تاكسبت وتنجح في الانترفيو اللي انت رايحه. في ناس تقول لك عندنا ازمه مع اسئله السي في مع انها معروفه، الانترفيو مع انها معروفه. هكمل بقى، ما هو ده جاي في المحتوى بتاع الكورس. احنا كده خلصنا 3 نقط. النقطه الرابعه معانا ازاي انت تتابع الوظائف بقى، ازاي تتابع الاعلانات الوظيفيه بصوره مستمره. عندي 3 اليات مهمين جدا. 3 اليات مهمين جدا، يعني اللي انا هقولهم على الهوا. اول اليه معانا اللي هي المعارف، طبعا اللي هي مهمة؟ طبعا نتورك. انا واحد مثلا شغال في شركه وسبتها، مثلا واحد صاحبي كان شغال معايا وسابها فراح مكان تاني افضل، فراح جاي بيقول لي كلمني، قال لي ده هم طالبين نفس تخصصك، تعالى عشان خاطر دي اهم حاجه، دايره المعارف مهمه جدا. أوكي. كتير جدا ما بيهتمش بيها خالص. عندنا الاليه الثانيه مواقع التوظيف، دي برضو مهمه جدا. دي من خلال انت زي ما انت بتدور على وظيفه، الشركات برضو بتدور على موظفين. حلو. الاليه الثالثه السوشيال ميديا. السوشيال ميديا من الحاجات المهمه جدا، واخطرهم واهمهم لينكد ان. بعرفك ازاي تتعامل معاها، وازاي انك انت تجمع اكبر عدد من الاتش ار في تخصصك عشان تبقى دايما فولو اب من الوظائف اللي بتنزل. دي مهمه جدا. انت ازاي الفكره دي جات لك اصلا؟ عشان انا منبهره. ما لسه تنبهري اكتر بقى. الحاجه الخامسه معانا، ازاي ان انا اقدر اكسبت واستعد بصوره كويسه للانترفيو. طبعا في نصايح مهمه جدا وفي اسئله متوقعه، ولكن انا ما بقدمش اجابات للاسئله. يعني انا بحط لك الاسئله، والاسئله اجابتها دي بتختلف من شخص للتاني. اهم حاجه الاجابه تبقى طالعه من جواك، حاجه صادقه اللي قدامك يحس بيها. ده اهم حاجه في الانترفيو. لو الشخص يعني تصنعت او مصطنع بيبان. يعني حتى مثلا نقول مثلا لو انت مثلا عملت مثلا سي في مثلا فيك وكان قوي جدا، ورحت عملت انترفيو واشتغلت، انت فتره قصيره مش هتكمل في الشركه، لانك انت مش هتقدر تلبي متطلبات احتياجات الشغل بالظبط ده. كده. بالظبط. طيب اخر نقطه في الكورس، ودي مهمه جدا جدا. هو كله مهم، ده انا عايزه اخده. ده يفرق معايا انا في شخصيتي جدا. انا عندي اكيد حاجات واقعه، كلنا يعني احنا بشر، فده يفرق معايا جدا حتى لو انا مش مديره. يعني اعتقد حتى لو انا ما فيش حد انا مرؤوسه عليه، يفرق معايا في التعامل وفي التواصل النقطة الأخيرة في الكورس دي مهمة جدا، إن هنا أقدر أقيم العرض لو جالي. يعني مثلا خلاص أنا لو هتلاحظي إن كل نقطة يعني ليها علاقة بالنقطة اللي قبليها، بتودي للي بعدها بالظبط كده. فأنا خلاص جالي أوفر، أكسبتد في الانترفيو، نجحت فيه وجالي أوفر. يا ترى أقبله ولا ما أقبلوش؟ مش هقبل أي حاجة. طبعا أي حد يقول لك ده أنا صدقت أنا بالظبط كده. يعني أي حاجة بأي مرتب، وفي ناس بتنزل ببلاش كمان. مهم جدا إن أنا أقيم الأوفر اللي جالي، حتى لو انا هنزل حتى لو هنزل اي حاجه، بس اقيمه، لان انا تقييمي ليه بيفرق كتير. ممكن اقيمه يبقى شركه كويسه، هكمل احط تارجت وبلان ان انا اقعد فيها سنين فيها، اكتسب فيها خبرات واتطور فيها واترقى فيها. وممكن تكون اوفر مش قوي، واول مكان مش قوي بس هضطر انزل فيه، فده بحط برضو بلان النكست ستيب بعد كده، ايه الخطوه اللي جايه بعد كده. دي تبقى مرحله عشان قاعد في البيت او مش شغال، اشتغل، اخد خبرات معينه في حاجات معينه، وابدا افكر اطور من نفسي عشان اروح اللي انا عايزه. فمهم ان انا ابقى عارف انا هعمل ايه، مقيم المكان اللي انا فيه، هل هستمر فيه وهتبقى ارض خصبه ليا لسنين، ولا يبقى مجرد فتره مؤقته لحاجه افضل. طول ما انا عارف انا فين، دي مهمه جدا. طول ما انا عارف انا فين، انا بستعد. في مرحله انا بستعد، بعرف استعد، وبعرف اخد خطوه كويسه، وبعرف احط خطه وبلان محترمه للخطوه اللي جايه بعد كده. عظيم جدا. خليني هرجع شويه معاك للاداره. هو في ناس ما بتبقاش عارفه هي ايه مستويات الاداره، يعني ايه الجمله دي، يعني ايه كلمه مستويات الاداره. كنا بنتكلم فقلت لك لحظه واحده اشرح لي يعني ايه مستويات الاداره. المستويات الاداره زي ما حضرتك حضرتك في الاول، اللي احنا عندنا 3 مستويات. اللو ليفل ده اللي هو مثلا انا راجل مهندس اتخرجت، ببقى مسميات وظيفيه موظف، شيفت انجينير مثلا، لسه في سينيور الكلام دوت، جونيور، سينيور، وبعد كده ببقى سيكشن هيد، اللي بعد كده ببقى مانجر، وبعد كده ببقى دايركتور، وبعد كده ببقى سي او. دي اللي هي المسميات الوظيفيه من بدايه لحد ما اوصل للتوب مانجمنت. سألك السؤال ده ليه؟ اترقى ازاي؟
بص انا مش هسيبك انت النهارده اللي بساله لك تحديدا عشان توضح، عشان اسالك كده اترقى ازاي. هو يعني اهم حاجه في موضوع الترقيه دوت انك انت تشتغل نفسك كتير جدا، تبقى عارف انت عايز ايه. يعني رقم واحد انك انت تبقى في الشغل بتاعك عارف مهام الوظيفيه بتاعتك عامله ازاي، شغال عليها كويس جدا، دايما بتبص لقدام، انك دايما تتطور في نفسك في الحاجات اللي هي ناقصاك عشان تقدر تعوضها، وتبقى انت عارف الكارير باص بتاعك. يعني انت مثلا النهارده انا مثلا في قسم مثلا زي صيانه زي انا شغال فيه، انا دخلت مهندس عايز اوصل لابقى مدير. امم ايه المهارات اللي المفروض تبقى موجوده فيا؟ في مهارات فنيه ومهارات اداريه. المهارات الاداريه ان انا اشتغل على نفسي، ان انا زي موضوع ماجستير اداره الاعمال، مش هقول دكتوراه، نقول ماجستير اداره اعمال، او مثلا كورسات في حاجه تخصصيه في اداره الاعمال زي مثلا بروجكت مانجمنت، اداره مشروع. في كورسات كتير خاصه بالقصه دي. اوكي. ده بيفتح لي مدارك، بيفتح لي معرفه كتير كويسه كتير جدا، ان انا اقدر لما اوصل للليفل دوت ابقى مستعد، اعرف اخد قرار كويس جدا، اعرف اتعامل مع الناس الموجوده، مش بس الناس اللي تحتيه، اعرف اتعامل مع التوب مانجمنت، الناس اللي فوقيه كمان، دي مهمه جدا. اوكي. ما انا مش ما أنا يعني انا مش لوحدي في الشغل. بالظبط كده، بالظبط. طيب خليني اسالك سؤالين بسرعه جدا. اول سؤال، هو انا على اساس ايه احدد مرتبي؟ احيانا بتلاقي في وظائف تقول لك والله من غير مرتب خالص، بس هتنزل تاخد اكسبيرينس. شايف ان ده صحي وصح ومفيش مشكله، ولا ده غلط؟ بصي، هو لا، يعني ازاي؟ انا بصراحه يعني بلوم على الشركات، او لا، ما لا بالنسبه للشركات ان هي تنزل ناس بدون مرتب. ان انا اي واحد بينزل يشتغل في اي مكان، انا عارف ان انا هجيبه دوت لسه فريش، لسه تخرج، فالعقد كده كده مكتوب فيه في اول بند فيه ان انت اختبار 3 شهور، ويحق لصاحب العمل ان هو يفسخ العقد بتاع العمل خلال ال3 شهور. اوكي. ف يعني انت بناء عليه هتجيبني، انت عارف ان انا فريش، بس انت عارف ان انا عندي مهارات هقدر من خلالها اتطور. اكتسب الخبرات منك. خلاص، هو ادي اللي انت عايزه، فهي العلاقه متبادله. اي واحد بيروح يشتغل هو رايح عشان يفيد المكان، والمكان يستفاد منه. لو صح. اي حاجه من دي ما مش حصلتش موجوده. الموضوع مش هيكمل. فانا لا للشركات ان هي تعمل حاجه زي كده. طب بالنسبه للافراد، لا، انا لو انا قاعد في البيت وجالي شغل وببلاش هشتغل، ما اقدرش اقول لا. طيب هسالك بسرعه برضو، امتى اسيب الشغل؟ يعني امتى اقول انا لازم امشي من الشركه دي، خلاص انا كده تمام؟ طيب نجاوب على السؤال ده بطريقه تانية، ان احنا لازم نعرف المعايير اصلا اللي بتخلينا، ايه اللي يخلينا نمسك في الشغل، وايه اللي يخلينا اللي زي نسيب حضرتك الشغل. اللي احنا نسيب الشغل. اه. لا، اول حاجه في المعايير بتاعتنا بيئه الشغل، البيئه اللي انا شغال فيها، الشركه، المدير، الموظفين، انا مستريح ما قلتليش نفسيا. المرتب. لا لسه، ما انا جاي يعني والله، انت، انا جاي. كنت متخيله اول حاجه المرتب. لا انت ما لا لا اديتش لا لا، اول حاجه بيئه البيئه. العمل اللي انا شغال فيها، من مدير لستاف موجود لجو عام في الشركه. الحاجه الثانيه، الشغل بتاعي فيه انا بتطور فيه، بتعلم فيه، في اكسبيرينس بتزيد، في خبرات بتزيد، في ترقيات بتجيلي في جوه الشغل. الحاجه الثالثه السالري، المرتب، اخر حاجه هنفكر فيها المرتب. يا ليه بقى؟ لان انا البيئه لو كويسه، علاقتي كويسه بالتيم اللي موجود معايا ومديري، في سبورت، بتلاقي نفسك اوتوماتيك بتروح النقطه الثانيه اللي كنت بتتطوري من نفسك، بيحصل لك ابجريد، تطور، صح، عندك حق. وبتروحي بتترقي، بجري. بتترقي، فبالتالي ده هينعكس على المرتب، مرتبك هيزيد. برضو في نص دقيقه معلش، ازاي لو انا دلوقتي بشتغل في اي براند او اي منتج او اي حاجه انا بعملها، ازاي احدد سعره في السوق؟ ابيعه بكام؟ بصي، مهم جدا 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 عشان اقدر ان انا احدد السعر. لازم ادرس المنافس، ان انا لازم ادرس المنافس او المنافسين اللي موجودين في السوق في الحاجه اللي انا داخل بيها. دي مهمه جدا، بعرف الاسعار. خلاص، وبعد كده بنيجي للموضوع التسعير، في ليها استراتيجيه. هسعر حسب التكلفه، بشوف التكليف بتاعت المنتج اللي انا عامله كام، وابدا احط عليه نسبه زياده الهامش الربح اللي انا عايز اكسب فيه. اوكي. دي رقم واحد. رقم اتنين، اسعر بناء على القيمه. لو هو بيقدم قيمه مميزه مش موجوده في السوق، فممكن السعر بتاعي يبقى اوفر، زي لو حتى اللي هي بتبقى مرسومه فريده، حاجه محدش بيعملها غيري. بالظبط. او ان انا بسعر بناء على انزل باقل سعر ليا عشان اقدر اخترق السوق وازود عدد العملاء الموجودين في السوقيه. بالظبط. قبل ما نختم، بص الكاميرا بتاعتك، ودلوقتي هيظهر معانا صور بعد اذنكم، ووجه كلمه لكل صوره هتشوفها دلوقتي. يعني ده والدي، يعني بجد، يعني ربنا يبارك لي فيك. يعني لولاك ما عمري ما كنت ابقى موجود، يعني او اوصل للمرحله اللي انا موجود فيها، ولا حتى موجود في البرنامج ده اصلا. يعني انا طالع مخصوص
عشان اقول له شكرا يعني، شكرا على كل حاجه بجد يعني اتمنى ان انا ابقى نصك. انت طبعا والدتي يعني ربنا يبارك لي فيها دايما داعم كبير جدا برضو، ونصايحها بصراحه بتفرق معايا كتير جدا جدا في حياتي، وبجد يعني الاب والام دول حاجه لا يتعوضوا يعني. ربنا يبارك لي فيك يا رب. خليني بقى انا اقول كلمه قبل ما ندخل. قال لي حاجه، قال لي بابا ده مصدر الحنان، ماما كلمتها ثاقبه ورايها ثاقب، اخد رايها وعارف اللي هي بتقوله ده صح 100%. ربنا يخليهم لك، ربنا يخليك. ويا رب اشوف ولادي زيك ويا رب ابقى واحسن ان شاء الله، نص واحسن ان شاء والدك الله. ووالدتك. ربنا يحميك ويحافظ ربنا عليك، يخليك يا رب. وتوعدنا برضو ان هيكون في حلقات ونتكلم بقى بشكل مستفيض اكتر عن حاجات كتير قوي، وعن الكورس، وعن ازاي نتوظف، وازاي ان شاء الله باذن واسئله الله. كتيره قوي. اعتقد ان هي كمان هتجيلنا على الصفحه ان شاء الله لما حاجه الحلقه. تساعدني وان شاء الله باذن الله. انا للاسف الحلقه خلصت، وللاسف متضايقه ان الفقره خلصت، بس انا هطلع اتكلم معايا واكمل حواري بره. ولكن اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في حكايه جديده من حكايه نجاح مع كريستينا جمال. اشوفكم على خير.